انت عايز يبقى عندك حق ولا عايز تبقى سعيد مع مراتك؟ انت عايزه يبقى عندك حق ولا عايزه تبقي سعيده في جوازتك؟ احنا لغايه النهارده خناقاتنا في البيت والعلاقاتنا بتبوظ علشان احنا قررنا لغايه النهارده ان احنا يبقى عندنا حق. انا مش عايزاه لي بدراعي، هو فاكر نفسه مين؟ انا مش عايزاها تفتكر ان هي تقدر تعمل اللي هي عايزاه، هو انا كراجل يبقى انا رحت فين؟ فاحنا بنحاول نخلي رأينا يمشي على التاني في تفاعلاتنا علشان خاطر كبريائنا، عشان خاطر يبقى عندنا حق، عشان انا الراجل، عشان انا كبريائي. الحتة دي عايزاكم تتساءلوا فيها تاني، انا عايز يبقى عندي حق ولا عايز ابقى سعيد في جوازي؟ وبالتالي لما نرجع للتفاعل بقى اللي هو ايه الحلقة بتاعت النهاردة، لما انا بتفاعل انا بدافع عن نفسي. خليكوا معايا خطوة خطوة. انا لما بدافع عن نفسي انا بحاول اقول للبني ادم اللي قدامي الحاجة اللي انت بتقولها لي دي انت ما عندكش حق فيها، انت غلطان في انك انت بتتهمني بالشيء الفلاني. عايز كل واحد فيكم في اللحظة دي يقف وياخد موقف بيتكرر مع مراته او مع جوزه، هو حاسس فيه ان مراته او جوزه مش فاهمه او مش بيسمعه، عشان تتمرنوا معايا وانا بكلمكم. فانا عايش بان هي ما بتسمعنيش في الحته دي، وانا عايش ان هي ما بتسمع. هو مش مثلا انا بقول لها كل مره لما انا باجي بالليل تعبان من الشغل انا محتاج نص ساعه لوحدي، والنص ساعه دي ممكن اقضيها قدام التلفزيون، فهي بتحس ازاي انا طول النهار بره البيت واول لما دخلت يهممني التلفزيون فهي تحس ان ايه مهمله. انت مش متعود انك انت تقول انا محتاج نص ساعه افسي فيها دماغي قبل ما اقدر ابقى معاكي، وانت اساسا بتبقى عايز تفسي دماغك من اللي حصل لك في البيت، ومش فارق معاك ان تشوف مراتك دلوقتي. انت بالنسبه لك تشوف مراتك دلوقتي مش مهم، بالنسبه لك اهم انك انت تفسي دماغك. هي بالنسبه لها قاعده مع العيال طول النهار، بتعمل الواجبات، بتعمل مدارس، طبخت، فهي محتاجه تشوفك، محتاجه جوزها غير متواجد. فعدم تواجد الزوج لاسباب ليه دعوه بيه، وعدم والست اللي هتبتدي تتقمص لاسباب ليها دعوه بيها، نبتدي نتخانق مع بعضينا، لكن محدش بيعبر عن احتياجه. خليكم معايا، هو ما بيقولهاش انا محتاج نص ساعه افسي دماغي وبعد النص ساعه دي انا ممكن ابقى معاكي، لان هو كمان مش متعود ان هو يفسي دماغه وبعدين يخلق وقت يبقى فيه مع حبيبته. ده مش جزء من ثقافته، هي مش متعوده تحس باحتياجها وتعبر عنه بطريقه ما فيهاش لوم. هو انت كل مره كل يوم هترجع من الشغل تقعد قدام التلفزيون يوه هو انا مش جايه من الشغل محتاجه افسي دماغي؟ انت مش لازم تفهمي تحسي ان انا محتاج ان انا شغال طول النهار. هو يقول لها كده، هي تقول ايه؟ طب هو انا مش شغاله طول النهار؟ هو انا طبخت ونظفت واستقعدت مع شغاله؟ حتى لو عندي شغاله والعيال رجعوا من المدرسه وذاكرت لهم وحميتهم ودخلتهم يناموا، هو ده مش شغل؟ هي بتقول في دماغها. فمحدش سامع حد ومحدش دريان بحد، وهو عنده احتياج وهي عندها احتياج مختلف، لكن هي بتعبر عن احتياجها باللوم وهو بالنرفزه بانها مش قادره تفهمه. فالنرفزه واللوم يبتدوا يخانقوا بعض، هي تلوم هو يبتدي يتعصب، هو يبتدي يتعصب هي تكمل لوم، وهو كل يوم نفس الحكايه، هتقولي نفس الحكايه، ما انت عدتلي، ما انت زدتلي، ما انت مش عارفه ايه. هنفك القصه دي ازاي يا جماعه؟ هو ده اللي قلت لكم ان انا اوعدتكم بيه هنعمله في حلقه النهارده. هنفكه ازاي؟ الطريقه الحقيقيه للفك ان انا كست ابتدي اخد بالي انا بلومه بالظبط على ايه. هو ده السؤال، انا بلومه بالظبط على ايه؟ وهو يسال نفسه. انا لما برجع من الشغل اول حاجه ببقى عايزه اعملها تريحني هي ايه؟ غالبا افسي دماغي.
لكن هل السؤال الحقيقي اللي لازم يسأل نفسه الراجل، هل بعد ما فسي دماغي لو هي ادتني المسافة بتاعت تفسير دماغي، هل أنا عندي استعداد أقعد مع مراتي، أقعد مع عشيقتي، أقعد مع حبيبتي، ولا أنا لسه مشغول بكل اللي حصل لي بالنهار في الشغل وكل اللي أنا محتاجه ودنها عشان تقعد تسمع حكاياتي؟ لو احنا بصينا للنقطة دي هنلاقي ان احتمال انا عندي احتياج ان هي تسمعني، واحتياج هي عندها نفس الاحتياج ان انا اسمعها، بس هي محتاجاني اسمعها بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي هو محتاجني اسمعها بيها، واحتياجه ان انا اسمعه في اللي هو عايزه مختلف عن احتياجي. انا محتاجه هو يسمع انا حصل لي ايه مع العيال ومشاكلي ايه، وهو محتاج ان انا اسمع حصل له ايه في النهار. فاحنا الاتنين جايبين بلاوينا وعايزين نتكلم عليها. انا عايزه اقف هنا واتساءل، لو احنا كل يوم عايزين نحكي لبعض بلاوينا، هل احنا مدين مساحه للحبايب يتقابلوا؟ هل احنا بنربي في علاقتنا الوعي الكافي للحبيبين؟ وبالتالي هل احتياجاتي الحميمية تلبى بالطريقة دي؟ هسيبكم بالسؤال ده وردوا فيه علينا في الشات تحت، وبنحضركم للحلقة اللي بعديها عشان نكمل القصة.